ولادي وجوزي قالوا لي عايزين نتعشى بالليل فطير. قلت والله ما هكدب خبر واقوم اعمل لهم فطير على طول. بدور على الدقيق لقيت كيلو الا ربع عندي، فقلت ايه اعملهم فطيرة ولا فطيرتين زي ما يجوا. جبت الكيلو الا ربع ونخلتهم، حطيت ذرة ملح وحطيت عليهم شوية مية وبدأت أعجن زي ما انتوا شايفين كده. الفطير دقيق وملح ومية. طبعا الملح ذرة مش كتير. هنبدأ نلم العجينة كده في ايدينا لحد اما الدقيق يختفي خالص وتبقى عجينة. وعجينة الفطير لازم تكون يابسة، لازم تكون لما نفسها وماسكة نفسها ومش ملزقة ومش طرية. زي ما انتوا شايفينها كده خلاص لمت نفسها تمام. بس لسه هنكمل عجن بقى لان نجاحه في وقت العجن بتاعه. هنفضل نعجن فيه شوية حلوين كده لحد ما تنعم خالص في ايدينا. من 12 ل 15 دقيقة بقت طرية وجميلة وناعمة في ايديكي. هنبدأ نحطها بقى ترتاح في قلب الطبق. مفيش خميرة ولا حاجة عشان تخمر، فهي يدوب هترتاح. ندهن الوش زيت عشان ما ينشفش ونغطيها شوية، نسيبها 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة يبقى كويس برضو. هجيبها كده واقطعها. عملتها لقيتها كتيرة على فطيرتين، على فطيرة واحدة قلت اعملها على فطيرتين. قطعتها كده 6 قطع. انا قلت زي ما تطلع معايا بقى. ما كنتش محددة طريقة معينة هعملها بيها. ساعات بنعملها كرات كده نفردها فوق بعضيها ويبقى ليهم كبيرة. لكن المرة دي انا عملتها كده ال6 قطع قد بعض، فعملوا فطيرتين كل فطيرة فيها 6 قطع. هنكورها كده وندهنها زيت زي ما انتوا شايفين، كور متساوية او شبه متساوية يعني. وهنغطيها بكيس مفتوح كده او مشمع ونسيبها برضو ترتاح شوية، قيمة ربع ساعة ولا حاجة. كان لسه قدامنا وقت على العشاء. قمت على طول نفذت وعملتها. هنفرد العجينة بتاعت الفطير لما بتبقى خمرانة ومعجونة كويس بتبقى طيعة معاكي وتتفرد بسهولة كده. حتى لو ما بططيهاش زي ما انا بعمل كده وفردتيها زقتيها كده هتلاقيها على طول تفرد معاكي. جبت القطاعة وقطعت من الجناب كده. القطعات كلها قريبة من بعضيها علشان تعمل رقات حلوة، ودي علشان اول قطعة بس. خلاص هنحطها بقى ونجيب واحدة تانية ونبدأ نبططها وهكذا بقى. بس هنحط القطعة جوه القطعة الجديدة ونوسع القطعات بقى، نوسع الفتحات كده تبقى المسافات واسعة زي ما انتوا شايفين. انا جايبه لكم التفاصيل علشان تطبقوا على طول وتقوموا تعملوه وتنفذوه. حاجة سهلة جدا، ما هوش صعب ابدا. زي ما احنا متعودين كل حاجة بنعملها في البيت. كل فطيرة خدت 6 قطع. شايفين المسافات بدأت توسع ازاي علشان الفطيرة بدأت تكبر. لما بتعملي عجين في البيت بيتملي البيت بالبركة والخير. اخر واحدة بقى ما قطعتش فيها اي حاجة خالص، لميت بيها العجينة كده علشان كده الوش بتاعها طالع متساوي وجميل وهو مستوي وتحفة جدا. سيبنا العجينة الأولانية ترتاح، دي لتالت مرة بقى العجينة ترتاح لحد ما عملنا الفطيرة التانية بنفس الطريقة. وبدأت بقى أسوي أفرد الأولانية، فردتها كده لحد ما الارتفاع المناسب. ورحت جاية بقى مدخلاها الفرن الأول وبدأت بقى ايه اسوي فيها كده. كان ممكن احط قشطة على الوش تديني وش احمر اكتر من كده. وكان وقلت كفاية الدسم اللي هو فيها. وحبيت بصراحة ان يبقى لونها فاتح كده زي ما انتوا شايفينها كده، وتسويتها جميلة ومظبوطة جدا. تفضلي تلفي في الصاج او في الصينية اللي انت عاملة فيها كده. لو الفرن بتاعك النار بتاعته من الجناب زي عندي كده، لو الفرن فيه شواية من فوق
هتسيبيها تستوي تحت لحد ما القعر بتاعها يبقى لونه جميل كده، وتولعي الشواية تاخد وش جميل. مورقة جدا، جميلة جدا، جربوها مش هتندموا، وتابعونا. شكرا.